أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهديني الكرام. رجعت وياكم بوصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا لهذا اليوم تتضمن طريقة عمل تشل فراي صدور الدجاج. راح تشوفون هالوصفة جدا لذيذة وبنفس الوقت سريعة وطيبة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. لعمل هالوصفة راح نحتاج للمواد اللي حضرناها قبل بوقت، راح نشرح لكم عليها. إن شاء الله أيضا متوفرة عندكم. لا تنسون الاشتراك بقناتي على اليوتيوب حتى يوصلكم المزيد مني من الوصفات، وعمل شير أيضا للفيديوهات حتى جميع الأصدقاء والأحبة على جميع المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، يوتيوب يستفادون من هالوصفة السريعة واللذيذة. لعمل هالوصفة راح نحتاج للمواد اللي راح نقدم لكم إياها. طبعا راح نحتاج إلى صدور الدجاج تقريبا 300 جرام مقطع مكعبات صغار بهذا الشكل. غسلناهم جيدا بالماء والملح ونشفناهم وصار هذا شكلهم 300 جرام. وأيضا 50 جرام من الفلفل الأخضر، 100 جرام فلفل أحمر، 100 جرام بصل مقطع مكعبات بهذا الشكل. راح نحتاج إلى دبس الرمان، وأيضا نحتاج إلى زبدة، أي نوع زبد متوفر عندكم زبدة حتى نعمل هالوصفة تطلع كلش لذيذة. راح نحتاج إلى معجون الطماطم، وأيضا نحتاج إلى كاري، فلفل أحمر أو بهار أحمر. راح نحتاج أيضا إلى كركم وملح، كزبرة ناشفة، وأيضا ثوم مجفف. ساعد كل واحد من عندهم ملعقة صغيرة. راح نبدي نعمل هالوصفة وراح ننتقل إلى الطباخ. حضرنا احنا المقلاة. بعد ما وضعنا المقلاة على النار راح نضع احنا ملعقة أكل وحدة من الزبدة، ملعقة كبيرة. راح ننتظر تذوب عندنا الزبدة. بعد ما ذابت عندنا الزبدة راح نضع احنا 300 جرام من صدور الدجاج. طبعا هذه الوصفة تكفي لشخصين، حبيتوا تزيدوها حسب رغبتكم انتو، تزيدون المواد مثل ما شرحت لكم عليها بهذا الشكل. راح ننتظر تستوي عندنا. راح نقلبهم قليلا مع الزبدة. وضعنا زبدة حتى تنطي نكهة لذيذة لوصفتنا. حبيتوا تستبدلوها بالزيت حسب رغبتكم انتو، بس الزبدة راح تنطيها نكهة كلش طيبة. حاولوا انه تطبقوها مثل ما اعملها لكم اني. راح يبقى وجه المقلاة مكشوف بهذا الشكل، ما راح نغطيها حتى ما تفقد صدور الدجاج القيمة الغذائية المتوفرة بها، ولذة ماء حتى نحمسها جيدا وتنطينا نكهة لذيذة بنفس الوقت. لو غطيناها راح تفرز المواد المتوفرة بصدور الدجاج وتصير عندنا الوصفة شكلها مو جميل. راح ننتظر تقريبا 3 دقائق. بدأت تفرز صدور الدجاج المادة المتوفرة بها بهذا الشكل. شوفوا شكلها جميل جدا. وأيضا راح نبدي نحمسها حتى تستوي. بعد ما توصل هذه المرحلة بعد مرور من 3 إلى 4 دقائق راح نبدي الآن احنا نغطيها حتى تستوي عندنا. بعد مرور تقريبا 5 دقائق صار شكل صدور الدجاج بهذا الشكل. راح نبدي نضع احنا البصل، كمية البصل اللي شرحنا لكم عليها، وراح نبدي نقلبهم حتى تستوي مع بعضها. بعد ما وضعنا احنا البصل راح نضع الفلفل الالوان بهذا الشكل. شوف الالوان جميلة اللي احنا طبخناها بهذا الشكل. ننتظر تقريبا من 3 إلى 4 دقائق تذبل عندنا البابريكا مع البصل وينطيها نكهة لذيذة. هذا شكلهم. بعد ما صارت جاهزة راح نضع احنا البابريكا والكاري بهذا الشكل، الكزبرة والثوم.
وأيضا الكركم والملح. طبعا هذه المواد كلها صحية، راح نبدي نقلبهم. طبعا الرائحة جدا لطيفة وبنفس الوقت طيبة. بعد ما وضعنا البهارات وصار هذا شكلها، راح نضع احنا ملعقة أكل وحدة من المعجون الطماطم، وأيضا ملعقة أكل وحدة من دبس الرمان بهذا الشكل، وراح نخلطهم. وطبعا على نار هادئة نخليها تستوي حتى تصير طعمها وشكلها جدا جميل. بعد ما وضعنا المواد كلها راح نتركها لمدة 5 دقائق. 5 دقائق نغطيها مرة أخرى وراح تشوفون شكلها النهائي. بعد ما كملت عندنا الوصفة وصار هذا شكلها، شوفوها أحبة المشاهدين. طبعا ما وضعنا احنا لا ماء ولا شيء، خليناها تتحمص على نار هادئة. هذا شكلها، راح نصبها وتشوفون شكلها النهائي بعد ما حضرنا احنا الطبق ووضعنا كمية من الخضرة بهذا الشكل. راح نصب الوصفة وتشوفوها. وهاي الشكل النهائي للطبق بعد ما كمل، وزيناه بهذا الشكل. طبعا وضعنا طماطم وأيضا مخلل الخيار وفلفل وبقدونس، وهذا شكل التشيل فراي. طبعا هذه الوصفة تنفع للعشاء وأيضا للغداء، وتقدرون أيضا تعملون على جنب برغل أحمر أو أصفر أو روز حسب رغبتكم. وزيناه بالزيتون أيضا. هذا شكل الطبق. لو حبيتوا هذه الوصفة جربوها، كلش طيبة ولذيذة. ولا تنسون الاشتراك بقناتي على اليوتيوب الشيف عامر حتى يوصلكم المزيد مني. هذا شكل التشيل فراي. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ونالت رضاكم. وطبعا على جنب احنا راح نضع أي نوع خبز أنتوا تحبوه. هذا الخبز، وصحة وعافية للجميع إن شاء الله. راح أرجع لكم بفيديو جديد، تابعوني. مع السلامة بفيديو جديد أحبتي المشاهدين. لا تنسون الاشتراك بقناتي على اليوتيوب الشيف عامر حتى يوصلكم المزيد مني. ودمتم برعاية الله وحفظه، وانتظروني بوصفة جديدة راجع لكم إن شاء الله.